عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وأهلا بيكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة يا حلوين هنعمل مع بعض اسورة سهلة جدا جدا وبسيطة للمبتدئين اللي حابين يتعلموا طبعا فن الخرز والحاجات دي كلها. طبعا احنا النهاردة في قناتي فن الخرز مع أسماء. النهاردة هنعمل مع بعض اسورة سهلة جدا للمبتدئين، واللي حابين طبعا يشوفوا الطريقه يتابعوا معايا الفيديو للاخر. وما تنسوش يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. ويلا بينا بقى عشان ما نبداش بقى ايه نطول عليكم والكلام ده كله، نتعرف بالحاجات المطلوبه عشان نعمل مع بعض اسوره. طبعا هنشتغل الاسوره النهارده بالخرز التفسيره، كلنا عارفينه طبعا اهوت غني عن التعريف. تمام لحد كده. بعد كده طبعا الخرز اللي انا هحطه فيه كمان الاسوره هحط خرز كريستال بيلمح كده زي ما انتوا شايفين، او ممكن تسدلوه عادي، ده طبعا الالوان بيرجع عليكم. تمام. احتاج طبعا هنا قفل، واحتاج سلسله بتيجي بالمتر، واحتاج طبعا طبعا حلقات دبل كده زي ما انتوا شايفين. ده كله اللي هحتاجه كده في الموضوع كله، والبنزه بتاعتي. وبالنسبه للخيط بقى عشان محدش يقول لي اشتغلت بخيط ايه، ده الخيط ده رفيع هيمشي معاكي علشان الخرزه ديت عايزه خيط رفيع. تمام. لو الخرزه دي عادي فممكن تستبدلي طبعا الخيط تشتغلي بنمره 60. تمام. وهنحتاج طبعا المقص. ويلا بينا بقى عشان ما نطولش عليكم ونبتدي بقى نعمل الاسوره بتاعتنا. احنا اول حاجه يا حلوين هنعملها، هناخد حته خيطه زي متر كده. تمام. حته خيطه زي متر من الخيط الرفيع. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت، طبعا القفل فيه حلقه كده. تمام. هوسطن، وبعدين اجيب الطرف ده مع الطرف ده، ونعمل ايه بقى. انا عايزه اثبت طبعا اثبت القفل كده، عايزه اربط ربطه صغيره بما ايه، وامسك الخيط كويس زي ما انا ماسكه كده. على الفيل ليه بقى انا ماسكه الخيط كده؟ علشان الخيط ما يروحش ويجي. تمام. ويخلي طبعا طرف كبير وطرف صغير، فلازم تثبتي بالراحه كويس كده جدا، علشان طبعا ما يبقاش طبعا ايه في طرف كبير وطرف صغير. وبتشد كده بالراحه واحده واحده، وبعدين تثبتي كده. عملت رابطه ثبت بيها الخيط، واصبح معايا الطرفين برضو قد بعض. تمام. بعد كده بقى عشان ما حدش يقول لي انت هتثبتي بايه، بالكلام طبعا خاص للمبتدئين. انا هحط هنا اي حاجه عندك كدبوس شعر اي حاجه، وتثبتي كده بالراحه وواحده واحده. تمام. بعد كده انا هنا معايا طرف وهنا معايا طرف من الخيط، شايفين اهمت. باخد الطرف ده كده، الطرف اللي هو اليمين ده. تمام. عشان بس محدش يتلخبط. واحط فيه ايه 3 حبايات. 1 2 3. حطيت 3 هنا في الطرف ده. تمام لحد كده. ده اول طرف. الطرف التاني عشان بس محدش يتلخبط. 1. تمام. ده الطرف الشمال. احط فيه برضو 3 كده زي ما انتوا شايفين. هنا اصبح معايا 6 حبايات من الخرز. تمام لحد كده. بعدين هعمل ايه بقى، طرف من الاطراف كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هعمل بقى ايه عكس خلف خلاف، خلف خلاف كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده. عشان بس محدش يتلخبط، انا بشد كده اهو واحده واحده وبالراحه. تمام. عملنا ايه بقى يا حلوين؟ عملنا اول حاجه كده تثبيته ايه، تثبيت كده ايه الخرز، ال6 حبايات خرز دولت، وقفلنا بواحده يبقى معانا 7. تمام. تمام لحد كده كل حاجه واضحه. الخطوه اللي بعد كده يا حلوين هنعمل ايه، احط واحده في الطرف ده من الخرز الابيض. تمام كده. انا بس مش عايزه اسرع الفيديو علشان بس كل حاجه تكون واضحه ليكم وكل واحد يعرف الطريقه ماشيه ازاي. اللي هدخل بقى فيها انهم الخرزايه دي. تمام. هوضح لكم كمان حاجه اوضح من كده. طب هقول لكم على حاجه كمان. احنا هنطلع الخرزايه اللي في الطرف ده كده عشان بس كل حاجه تكون واضحه، وهطلع برده الخرزايه اللي انا حاططها هنا. وحبيت بقى ان انا اقفل لكم اول البدايه دي، اقفلها لكم بقى ايه بخرزه كبيره، تدي معاكم وسع اكتر، وتكون طبعا شكلها حلو.
تمام. احنا بقى ايه، ممكن تحطوها زي ما انا عملتها كده عادي ومفيش مشاكل، وممكن زي ما انا كده عاملاها كده. تمام اهوت. بس عشان تكون كل حاجه واضحه اهو كده. ده كده اول حاجه عملتها. هجيب بقى الايه الحبايتين دول، واحط واحده كده في الطرف اليمين وواحده في الطرف الشمال. تمام لحد كده. وبعدين بعدي بقى ايه، بقفل في الخرزايه الكبيره كده. هنقفل في ايه بقى، في الخرزايه الكبيره خلف خلاف زي ما انا بعمل كده. لحد كده اظن كل حاجه واضحه. تمام كده زي ما انتم شايفين. ممكن تستبدلي بالخيط طبعا، تستبدلي طبعا الخرز التفسير ده ممكن تستبدليه طبعا باي لون تاني انت عايزاه طبعا. احنا قلنا الخرز ده بيبقى الالوان بترجع ليكم طبعا. ما تبصوش طبعا للطريقه اللي انا عاملاها، ممكن تغيري في الالوان عادي، مش لازم يعني زي ما انا عامله الالوان. طبعا الالوان دي بتيجي طبعا بالجرامات. الخرز ده لو انت بقى لسه مبتدئه وعايزه تجربي حاجات كده، فانت ممكن تجيبي حاجات صغيره على حسب طبعا الحاجه اللي انت هتعمليها. تمام وتجربي فيها. تمام كده. هفضل كده ماشيه بالنظام ده كده، بحط في كل طرف واحده، واحده في الطرف ده كده، وواحده في الطرف التاني. تمام وبقفل بالخرزايه الكبيره. تمام لحد كده اهوت. يبقى احنا بنحط واحده في كل طرف بنحط فيه واحده كده. انا بفضل بقى يا حلوين شغاله كده بالنظام ده كده لحد ما اوصل لطول الايد اللي انا هشتغل اللي انا هعملها طبعا الاسوره، او طبعا المقاس بيكون متاح. هوريكم طبعا طريقه اللي انت توسعي وتضيقي طبعا بالنسبه للبنات طبعا اللي ايه عايزين طبعا يلبسوا الاسوره حريه كده، وطبعا ما يكونش ضيقه عليهم، توسعوا وتضيقوا زي ما انتوا عايزين. هوريكم بقى الحاجات دي في اخر فيديو، في اخر الفيديو ان شاء الله، عشان تشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. تمام لحد كده انا بفضل شغاله لحد ما اوصل ايه لحد اخر السطر زي ما قلت لكم. يبقى احنا كمان مره بنعمل ايه، واحده في الطرف اليمين وواحده في الطرف الشمال، علشان بس كل حاجه تكون واضحه ليكم. اهوت بقفل بالكبيره دي. طبعا عايزه اقول لكم ممكن تستبدلي الخرزايه ديت، ممكن تحطي خرزايه اي مقاس تاني او اصغر من كده، ممكن تحطي طبعا المتاح عندك بتحطيه. انا بفضل شغاله نفس الكلام. اظن طبعا الكلام واضح. تمام واحده شمال واحده يمين، علشان بس كده يبقى كل حاجه واضحه ليكم، وتقفلوا بقى بايديه بالكبيره كده. كده بصوا بتفضلوا شغالين بقى لحد ايه ما توصلوا الطول اللي انتوا عايزينه. منظرها جميل جدا جدا اللونين مع بعض. طبعا زي ما قلت الالوان بترجع ليكم. تمام اهوت. انا هفضل اعمل كده لحد ما اوصل لطول الايد اللي انا هشتغل عليها اهي، عشان بس تكون واضحه ليكم اهي. يبقى احنا بدأنا بستة وقفلنا في الكبيرة، وبعدين بنبدأ واحدة واحدة ونكمل بقى ايه الاسورة. انا بقى هكمل بقى الطول. اظن كده عرفتوا الطريقة ماشية ازاي. بتعملوا على قد مقاس الايد كده. شايفين كده طبعا وصلنا للطول اللي احنا عاوزينه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اسورة منظرها جميل جدا يا بنات، اتمنى ان انتوا تنفذوها. شايفين كده احنا عملنا بقى كنا بنعمل ايه بقى يا حلوين. بدأنا بستة كده، وبعدين حطينا واحدة الخرز التفسيرة في كل طرف حطينا واحدة، وكنا بنقفل في الخرزاية اللي هي طبعا اللي هي ايه اللي هي الحمراء. تمام اللون ده كده احمر مع ابيض. انتوا بقى عايزين تحطوا اي لون تاني اوكي زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا شايفين كده بقى انا عايزه اقفل الموضوع ده كله. فاضل دور السلسله. تمام هنركب بقى السلسله والحلقات والحاجات دي كلها. خلاص كده الخرز كده ده خلاص. بس هوريكم كمان حاجه جميله جدا، تركايه صغيره هتخلي منظر طبعا تخلي منظر السويره جميل جدا معاكم. بس تعالوا الاول بقى نقفل بقى ايه. هنعمل بقى الست حبايات اللي احنا عملناهم دول
نقفل بقى الشغل بتاعنا. تمام، هنحط واحدة هنا كده، وايه 3 في الطرف ده. كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ هجيب الطرف اللي فيه طبعا السلسلة عشان نقفل بقى بالسلسلة معانا بالمرة. قلنا نقفل كده بالسلسلة. شايفين طبعا كده بندخل السلسلة في اي خرم من الاخرام دي كده اهوت مع الشغل، وابتدي بقى اربط كويس جدا اهوت كده علشان شغلك يبقى مظبوط ومعدول. تربطي كذا ربطة علشان طبعا ايه الشغل ما يتقطعش. احنا قلنا قبل كده اهم حاجة في الشغل التشطيب. في الخيط هوريكم هنعمل ايه في الخيط اللي هيفضل معايا، بس انا عايزه اربط كويس علشان ما طبعا ما يتقطعش مننا ويبقى شكلها حلو كده وشيك. تمام. وهوريكم كمان تركايه صغيره كده زي ما انتم شايفين. انا بما ان الخيط رفيع ربطت كذا ربطه علشان ما يتلخبطش معايا طبعا. شايفين كده المنظر جميله جدا جميله جدا جدا الاسوره. هوريكم كمان حاجه حلوه. الخيط الزياده ده اما تيجي تقص الخيط، تمام، ما بنقصش لايه للنهايه كده، لا، هنسيب حته صغيره، مش يعني ايه لا كبيره ولا صغيره كده، ونقص. وهقول لكم بقى عشان تخلوا المنظر ده حلو هنعمل ايه. هنلحمه بالولاعه. شايفين الحته اللي فاضله معايا دي؟ انا مش هرميها، بتشيليها على جنب في كيس او اي حاجه تانية. عن الكلام المبتدئين طبعا اللي مش عارفين لسه حاجه، بتشيلي الحته اللي تفضل معاكي دي، هنحتاجها بعدين في اي حاجه تانية. تمام. انا بعمل كده دايما عشان بس ايه محبش القح حاجه كده زي ما انتم شايفين. تمام. الطول ده كده بتاع الاسوره كان كويس جدا جدا معايا. وزي ما قلت ممكن تحطي الوان زي ما انت عايزه. عايزه اعمل حاجه كده صغيره، هوريكم ازاي. شايفين لما احنا قفلنا كده زي ده لازم تكون زي ده بالظبط، نفس البدايه زي النهايه. هقول لكم بقى بعد كده احنا هنعمل ايه يا حلوين. ثواني بقى هنجيب لكم طبعا لازم نحط حلقايه كده او نحط طبعا احتاج طبعا مسمار نركب فيه الخرز. شايفين لو عندكم طبعا مسامير من اللي هي فيها بوز كده زي ما انتم شايفين اهيت، دي مسامير بتيجي برضو من محلات الهندبين. انا عايزه اوضحها لكم عشان تكون باينه. دي مسامير اهي، في منها النوع اللي فيه الحلقه وفي منها النوع اللي هو زي ما انتم شايفين كذا المسمار. بجيب خرزايه، تمام، واعمل ايه بقى حلوين بالبنزه بتاعتي، واعمل ايه بالبنزه بتاعتي بقى، واعمل ايه حلوين. شايفين باخد بقص الايه شيء تمام كده. وبعدين ببدأ اعمل اعوج كده، اجي عند اخر السويرة كده، واعمل ايه ادخل في اي طرف. طبعا الحلقة دي انا هنسيبها كده في كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بعملها كده علشان اقفل.
اهم حاجه زي ما قلنا التكفيل بتاع الشغل بتاعك. تمام، احنا كده قفلنا كده زي ما انتوا شايفين اهي. الاسوره منظرها جميل جدا جدا وبسيطه، وزي ما انتوا شايفين انتوا بقى بتوسعوا وتضيقوا زي ما انتوا عايزين. تمام، هوريكوا ازاي. في بنات هتكفل طبعا من هنا كده عادي اهيت، منظرها حلو جدا جدا اهيت، بسيطه خالص. شايفين لما حطيت لها ديت كده منظر، خلت منظرها اشيك. عايزه مش عايزه تحط دي ما تحطهاش، عايزاها تسيبها كده عادي اوكي. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا ممكن توسعوا وتضيقوا زي ما انتوا عايزين كده. ممكن تعملي طبعا لاخر الاسوره، بس هي المنظر يعني الطبيعي بتاعها هتكون طبعا كده. وما تقلقوش طبعا من السلسله دي هتيجي مع القفل معاكم. تمام، يعني تعرفي توسعي وتضيقي زي ما انت عايزه. الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. وما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصلكم على طول. وتشوفوا يا حلوين، وباي باي.